90% من الناس اللي بيعملوا ماركتينج بيعملوا الغلطة دي، وبنسبة كبيرة جدا انت كمان واحد منهم. اكتر غلطة بشوفها عند الناس اللي بتعمل ماركتينج ان هم بيهتموا اكتر بعدد المتابعين من عدد العملاء. بمعنى ان كل الناس عاوزة توصل لل100,000 فولور وال100,000 فيو، ولكن انت ممكن توصل لهم وما تكسبش ولا جنيه. والعكس صحيح، انت ممكن يبقى عندك 100,000 فولور ما بتكسبش منهم ولا جنيه، ممكن يبقى عندك 500 فولور بس وبتكسب منهم مبالغ كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنت بتدور على العميل الصح، العميل اللي محتاج الحاجة اللي أنت بتقدمها وقادر إن هو يدفع ثمنها. أنا ممكن الفيديو بتاعي يجيب 100,000 فيو وفي الآخر ما بكسبش منه ولا جنيه، وممكن نفس الفيديو يجيب 500 فيو بس أكسب منه فلوس كتيرة جدا، لأن ال 500 فيو دول هم الناس اللي مهتمين بالحاجة اللي أنا بقدمها. ودي خطوة مهمة جدا. احنا هنا في الدبلومه بتاعت ذا جوت اكاديمي بنديك الخطه اللي ما تضيعش وقتك وتوصلك للعميل الصح بتاعك اللي مستعد انه يدفع ويشتري الحاجه اللي انت بتقدمها. فلو مهتم تتعلم تقدر دلوقتي تخش على اللينك اللي في البايو او تكتب لنا كلمه دبلومه في الكومنتس علشان تتعلم ازاي توصل للعميل الصح بتاعك، مش توصل لاي حد وخلاص.